إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة له قبعات كثيرة، منها أنه كان وكيل أول جهاز المخابرات العامة، ثم محافظا لسوهاج، ثم وزيرا للتنمية المحلية. وقبل كل هذا وذاك هو واحد من الذين شاركوا في صنع نصر أكتوبر العظيم. معالي الوزير اللواء محسن النعماني، أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا يا أحمد بيه، سعيد بلقائك. رايحين رايحين شايلين ديننا سلاح، راجعين راجعين رافعين رايات النصر، سالمين سالمين حالفين بعهد الله، ناجرين ناجرين واهبين حياتنا لمصر. باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي. باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي. أرضك وزرعك شمسك وقمرك، شارك ونغمك بنيلك وهرمك، بدمي أفادك وصد الأعادي، وأدي بروحي عيونك يا مصر. معالي الوزير، قد لا يعلم الكثيرين يعني من المستمعين ان سيادتك مثقف وقارئ جيد جدا، وبأمانة يعني الحوار مع المثقفين صعب ان الواحد يحاور مسؤول مثقف، فربنا يقدرنا على اجراء هذا الحوار مع حضرتك اللي انا سعيد جدا بيه. خلينا نبدأ، مين اللي بيشجعك على القراءة؟ مين اللي شجعك على انك تكون مثقف، او لا انت اللي ثقفت نفسك؟ والله هي قصة ظريفة جدا. يعني كان زي أي تربية من تربية في جيلنا زمان، كانت دايما الاهتمام بالنواحي التثقيفية الدينية، لحد ما تخرجت من الكلية الحربية في سنة 64، وذهبت إلى فايد تمهيدا لتجهيز اللواء اللي كنت انتميت إليه للذهاب إلى اليمن. جاورني في هذا الوقت ضابط احتياط، كان مستدعى، كان صحفي، وكان شديد الاطلاع، وتجاورنا في نفس الغرفة، وما كانش عندنا حاجة نعملها بعد انتهاء التدريبات إلا أن يتحدث كل بما لديه، وهو الحقيقة كان لديه الكثير. من خلاله كنا عملنا اتفاق ان انا اكلمه فيما يعني اعلم، وده كان جزء مش كبير قوي، وجزء فيما هو يعلم، وده كان جزء كبير جدا. ومن خلاله دخلت في عالم الادب العالمي. كان كل يوم حتى كمان الادب العالمي كمان. الادب العالمي كان الحقيقه بحر كبير جدا من المعلومات. هذه القصص الليلية الحقيقة حببتني جدا أن أطلع بشكل مفصل عما يحكي عنه من قصص لشكسبير وموليير والديكنز وهذا العالم الكبير قوي. فالحقيقة بدأت أبحث كل ما نزلت أجازة للكتب دي، وبدأت أقرأ، وأنا يعني مدين لي جدا بهذا العالم الرائع والجميل اللي كان سبب دخولي إليه. معلومة جديدة بالنسبة لي يا فندم، سيادتك شاركت في حرب اليمن؟ الحمد لله، أنا كنت أحد الجنود اللي قاموا بواجبهم ناحية أمتهم العربية قبل أن نعود ونقوم بمهمتنا ناحية وطننا. والحمد لله يعني كانت كلمة مصر في النهاية
رغم بعض الآلام هنا وهناك، إنما في النهاية مصر حققت مهمتها وقامت بواجبها تماما. مش عارف، انا قاعد اخمن على الصحفي الضابط المستدعى الاحتياطي، انا جه في بالي الدكتور صلاح قبضاي، بس مش عارف هل هو ولا مش هو. هو الحقيقة أنا مش عارف، هو الحقيقة انقطع عني أخباره من مدة طويلة قوي. هو كان اسمه محمد فرج عبد الباسط، وكان وقتها صحفي أعتقد في روز اليوسف. والحقيقة برضو كان عالم اللي كان بيخوض فيه، لأنه كان صديق لفنانين عباقرة زي صلاح جاهين ويعني مجموعة جيل عمالقة جيل عمالقة رائع جدا. فالحقيقة كان بيشع يعني متعة وإمتاع، والواحد حس إن باب الثقافة هو الباب اللي يعني يكمل معاني كبيرة في الحياة. مع الوزير اللواء محسن النعماني، هو مهم إن المسؤول يكون مثقف. هو الحقيقة زي ما قال الأستاذ العقاد، يجب أن يكون لكل منا شيء من كل شيء، وأن يكون له كل شيء من شيء. دي مسألة أنا بعتقد أنها يعني بتكمل قدرات، بس كمان بتكمل قدرة على الاستمتاع بالحياة، وقدرة على يعني أن يحصد ما زرعوا الآخرين، وده بيكون شيء ممتع جدا. مؤكد المسؤول القارئ المثقف إدراكه للأمور بتكون أكبر. الأهم إن هو ممكن يتقبل النقد، يعني أنت لما تكون مثقف بتنقد الآخرين، أيضا بسرعة عكسية أنت تتقبل نقد الآخرين لك وتستفيد منه. هو الحقيقة يعني هو قدرة الاستفادة من الآخر، سواء ما كان يقوله في اتجاهك تعتبره سلبا أو إيجابا، بس قدرة الاستماع للآخرين والاستفادة من علم الآخرين يعني دي نعمة كبيرة جدا وبتضيف للإنسان الكثير. مع الوزير اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع سيادتك. لنا كنت في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان، الزراعية الصناع، أهل العلم مع الفنان، الزراعية الصناع، أهل العلم مع الفنان، زي ما لينا حقوق مشروع، ندي وطننا حقوقه كمان، انوي سمي صلي كبر، توصل فوق المعجزة واكتر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب، وسير سير. مستمعينا الأعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع معالي الوزير اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيد. حرب أكتوبر يا فندم صفحة مضيئة في تاريخ مش بس مصر، الأمة العربية كلها، وأنت واحد من الذين صنعوا بهذا النصر. وأنا متأكد أن رغم كل المناصب الإدارية والوزارية اللي سيادتك شغلتها، ولكن أظن أن صفحة حرب أكتوبر في حياتك هي من أهم الصفحات. يعني عارف حضرتك في لحظات في تاريخ الإنسان غير قابلة إلى أنها تبتعد عنه لحظة. أنا يعني ما حييت وما مررت به دائما أمامي لحظة رفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية للقناة بعد إنزال العلم الإسرائيلي ورفع الراية المصرية مكانه. شفتها بعينك يا فندم؟ طبعا الحمد لله. احنا اللحظات الأولى في الحرب دي لا يمكن أن تنسى. يعني لحظة عبور طياراتنا فوقنا في اتجاه الشرق، واحنا كنا متعودين دايما ان الطيارات تأتي بالعكس يعني بما تحمله من ازعاج، لكن ان تذهب طياراتنا الى الضفة الشرقية دي مسألة كلنا يعني كنا بننظر الى السماء، وكلنا كنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى لهم التوفيق. والحقيقة
لما الطيارات كانت بترجع يعني كنا بنعدها تاني اللي دخلت واللي رجعت عشان نرى يعني ماذا فعلوا. ثم لما بدأ بعد عبور الطيران شارك القصف المدفعي فيها، ثم بدء أول موجة تعبر القناة في قواربها، ثم رفع العلم المصري إلى القناة، ثم بدء تركيب الكباري للعبور، ثم إلى هذه اللحظات. كل ده أنت حضرتك عشته وشفته بعينيك. احنا كنا موقعك كان فين؟ كنا الموجة الثانية. أنا كنا في الجيش الثالث. وكنا الموجة الثانية اللي بتستعد للعبور بعد ما الموجة الأولانية تعبر، لأن احنا كنا مشاة ميكانيكي، فكنا مستنيين تكوين الكباري عشان نندفع احنا كمان. كل هذا اتاح الفرصة ان الواحد يشاهد المعركة حتى بدأنا نحن العبور. والحقيقة يعني لا يمكن حضرتك الواحد ينسى للحظة هذه الروح المصرية، الروح المصرية المتحمسة، الناس اللي الشباب اللي عايزين يندفعوا حتى قبل دورهم، رايحين وعارفين ان هم ممكن ما يرجعوش جدا. وقتها كانت الدنيا مليئة بالأكاذيب عن الجيش الذي لا يقهر والحقيقه حتى بالحسابات الدقيقه كان في فرق قوه كبير. صحيح. ما هو ده كان السؤال اللي جاي يا فندم، اللي انا كنت عايز اعرف ليه احنا انتصرنا في الحرب رغم كل المقاييس كانت تقول الجانب الاخر هو الاكثر تفوقا والاكثر سلاحا بجانب الموانع اللي موجوده، خط بارليف وقناه السويس. ليه احنا انتصرنا في الحرب؟ هو بدايه النصر من عند الله، يعني دي مساله لازم نكون مقتنعين بيها. فاذا كنت فعلا بتجتهد فلكل مجتهد نصيب. التخطيط الرائع العبقري الحقيقه، انا اعتقد اني هذا التخطيط اللي بيدرس في العالم كله لحد دلوقتي في المعاهد العسكرية، كيف تحول نقاط ضعفك إلى قوة ونقاط قوة عدوك إلى ضعف. التخطيط يعني ما سابش أي حاجة لأي حاجة، كل حاجة كان معمول حسابها بدقة متناهية وبعبقرية. يعني حضرتك لما بيهاجم على مساحة القناة كلها عشان يشتت هذا العدو، لما بيعبر في قلب الظهر، مع ان كل ما سبقه من عبور كان في حالات الرؤية الضعيفة والليلية، انت بتعبر في قلب الظهر، اختيار اليوم واختيار الساعة، اختيار اليوم والساعة والتوقيت وعلى الحساب. كل الحسابات اللي اتعملت دي عبقرية التخطيط. الحاجة الثالثة، ودي المسألة اللي لازم ما ننساهاش أبدا ولا نتشكك فيها، روح وحب المصريين لوطنهم. هائل. هو ده حضرتك انت كنا بنمسك الجنود عشان عايزين يندفعوا، عايزين يسبقوا حتى توقيتهم بحماسهم ان هم يعبروا. الروح المصرية دي أعظم ما نملكه، حب المصريين لوطنهم أعظم ما نملكه، ولا بد إن احنا دايما نراهن عليه بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالوطن وبحب المصريين لوطنهم. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل ناجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر 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 تعيشي يا مصر. أنا محسن النعماني، خريج الدفعة 45 كلية الحربية والدفعة 26 كلية أركان حرب. خدت عمليات 73 كرئيس عمليات الكتيبة 266 مشاة ميكانيكي، كتيبة اللواء 22 مدرع اللي خاضت المعركة دعم للفرقة 19. وبيشرفني اني احنا كنا في الحرب بنحمل لقب كبير، وهي ان احنا كنا عناصر في قوات بدر، يعني شيء الحقيقة بيعيد ذكريات طيبة جدا. احنا النهاردة واحنا في العيد لذكرى حرب اكتوبر، وان كنا هنتكلم وهيحدث كلام في بعض الفنون العسكرية، خصوصا انها كانت نوع من الاعجاز
يدرس في جميع المعاهد العسكرية في العالم دلوقتي، كيف تنتقل من هزيمة بحجم 67 في 6 سنوات إلى نصر بحجم 73، كيف تضرب أمة لكي تكسرها ولكي ترقعها فتنقلب إلى عملاق. الشعب سابق للجيش في تهيئه وفي تهيئه للمعركة. تجربة لا زالت دلوقتي في جميع دول العالم بتدرس. ده بيقودني الحقيقة عن محاضرة حضرتها في المدرسة الوطنية في باريس. المدرسة الوطنية العليا في باريس دي المدرسة اللي بتعد القادة. كانوا بيتكلموا على ظاهرة الدول القابلة للكسر، وكانوا بيقولوا ان الدول تكسر من خلال هزيمة عسكرية او من خلال انكسار اقتصادي او من خلال تفتت طائفي في جوه الدولة. والحقيقة أسعدني جدا أن في نهاية المحاضرة المحاضر قال: ويبدو أن هناك دولة استثناء في هذا العالم هي مصر، لأن مصر عندما ننظر لمصر ما قبل 52 مصر دولة تكاد تكون مفلسة اقتصاديا، مصر دولة يحميها جيش ضعيف، مصر دولة كاسرة ومشتتة في بعض الأحزاب والجماعات المتطرفة هنا وهناك، ثم تنهض مصر في 23 يوليو 52 فنجد أنها عملاق مش بس بيقود نفسه، إنما بيقود ويشكل كتل جديدة في العالم زي كتلة عدم الانحياز التي يعني شكلها وكان يتزامل مع الرئيس جمال في هذا الوقت الرئيس سوكارنو والرئيس نهرو. يعني من انطلقت ليس فقط في إقليميتها أو في عروبتها، إنما انطلقت تشكل قوة ثالثة في العالم قادرة على التحدي تسمى كتلة عدم الانحياز. وأيضا ليست فقط وقفت على أقدامها، إنما فجرت الثورات كلها في أفريقيا وآسيا وحررت القارتين. هذه هي مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العناء في مفرق الشرق وذراته قرائد عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له في الأوليات ومجدي. ما كنتش خايف من الموت؟ الموت هنا بيتحول إلى شيء صديق. يعني حتى حضرتك لما كنا بنتقدم وبنلاقي إخواتنا اللي سبقونا بعض منهم مستشهد، كان بيبقى بنحضنه وبنبوسه وهو سعداء إن هو يعني اجتاز بمهمته وبواجبه. المسائل اللي احنا ساعات كتيرة بنتكلم عنها من غير ما نحسها في الحرب حضرتك بتحسها من غير ما تتكلم عنها. شفت الموت بعينك يا فندم؟ كتير جدا، وشفت كمان عظمة المصريين وعظمة الروح المصرية في القتال وعظمة اللي بيسدوا فوهة الدبابة بأجسامهم عشان يمكنوا زمايلهم ان هم يعبروا، وعظمة اللي بيقفز على المدرعات كأنه يقفز على قطة ليدمرها بنفسه حتى لو استشهد معه. دي حاجات كلها بتشوفها حضرتك كانت في حرب 73. يعني بتشوفها والناس بتؤديها باعتبار انها لا تفعل شيء، انما يعني هي شايفة كلمة مصر قصادها وبتجري عشان ترفع هذه الكلمة الى حرر ارضها وتستعيد كرامتها. الارض كانت يعني ما فيش حد عبر سينا في كل اللي انا شفتهم الا اول ما دخل الضفة الشرقية وطى على الارض بس.
بتلقائية شديدة جدا من غير ما حد يقول، من غير ما حد كله، لأن ساعتها تراب الوطن اللي كان العدو بيحاول يسلبه منك انت بتستعيده تاني، وكانت قبلات اعتذار واحترام وتقدير لهذه الارض. روح اكتوبر اللي سيادتك قلت عنها وحب المصريين لبلدهم واستعدادهم للتفاني والموت من اجلها، كيف نستفيد منه في خلال هذه الايام التي تواجه فيها الدولة المصرية تحديات كبيرة داخلية وخارجية؟ أخذ الإجابة على هذا السؤال بعد هذا الفاصل القصير. مستمعينا الأعزاء، فاصل ثم نواصل الحوار مع معالي الوزير اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. إننا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين: الأول استعادة أراضينا المحتلة بعد سنة 67، الثاني إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال للرجال عنده القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عنده القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش 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 اللي حبك، عاش 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 ليك ابنك، عاش 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 اللي حبك، عاش 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 رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار واحلى نهار. أعزائي المستمعين، رجعت لكم بعد هذا الفاصل وهذا الحوار مع أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة معالي الوزير اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق. قبل الفاصل يا فندم طرحت على سيادتك سؤال: كيفية الاستفادة من روح أكتوبر وحب المصريين لبلدهم في التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. هو الحقيقة أحيانا حاجات بتغيب عنا. يعني أنا حضرتك على مدى التاريخ لما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا فتح الله عليكم بمصر فاتخذوا من أهلها جندا فإنهم خير جنود الأرض، ادخلوا مصر إن شاء الله آمينين. سيدنا يوسف. لما بنتكلم بعد كده لو شفنا مثلا في الحملة الفرنسية وعلماء الحملة الفرنسية وهم بيتكلموا على المصريين، فبيتكلموا على المصريين فبيقولوا تنظر إلى المصري فتجده يعني كسولا، فتظنه بليدا لا يتحرك من مكانه حتى يحسبه أمر، فإذا حسبه أمر انتفض، فإذا انتفض وجدت في قلبه حضارة آلاف السنين وأصبح كل شيء يدين له بالاحترام. احنا لازم نبقى عارفين ما نملكه من ثروة. المصريين والروح الوطنية المصرية وحماس المصريين لبلدهم ولأهلهم لا يقهر. احنا لما بنبقى في أمر عادي صحيح بننصرف وأحيانا بنخطئ وأحيانا، لكن عندما يحزم المصريين، وأنا يعني في تاريخنا كله تجارب التاريخ كلها بتؤكد ان المصري عندما يمس وطنه ينتفض، فإذا انتفض لا تستطيع قوة أن تقف أمامه. المخزون الحضاري والثقافي رغم كل الظروف المعيشية الصعبة اللي بيعيشها في النهاية هو اللي بيغلب عليه هذا المخزون الحضاري. احنا زي ما بنقول كده في الريف، الأرض هي العرض هي الشرف. يعني إذا حد مسها يبقى يا ويله. يعني حتى يا فندم بيقال في حرب أكتوبر حتى المجرمين نفسهم توقفوا عن الإجرام، يعني حتى الحرامي أو المجرم شعر بالمسؤولية تجاه وطنه. أنا أخويا الكبير الله يرحمه كان ضابط شرطة. لما رجعت من الحرب وأنا كنت في الجيش الثالث في قوات بدر، احنا رجعنا متأخر شوية بعد انتهاء الحرب لحد ما اتصفى الموقف. لما رجعت
فاول ما بيستقبلني يعني قال لي الحمد لله على السلامة، انتوا جيتوا ليه وجينا الشغل مرة تانية؟ فقلت له ليه يا فؤاد الله يرحمه، ليه يا فؤاد بتقول الكلام ده؟ فقال لي انتوا كل ما انتوا بتحاربوا احنا ما اشتغلناش خالص، كنا قاعدين لا حد بيسرق ولا حد بيشتم ولا حد بيضرب، انتوا بقى رجعتوا وهيرجع الناس للحالة العادية وهنبتدي نشتغل احنا. شوف يا فندم، حتى في احداث يناير 2011 يعني جت فترة كده ما كانش فيه لا حكومة ولا فيه رئيس دولة ولا فيه شرطة كانت موجودة، كانت تقريبا ما كانش فيه أي مظاهر لوجود الدولة، مع ذلك الناس يعني محافظة على بلدها، شايلة بلدها بالفعل. هو 2011 أيام يعني يجب أن نعي تماما الدروس المستفادة منها، وأولها إني إحنا قوتنا في وحدتنا وفي وقفنا صف واحد. إذا نجح أحد في إحداث فتنة بيننا، وسواء الأحد ده كان من الخارج ولا من الداخل، ودفع المصريين بعضهم ببعض، هنا الخطر. طول ما في وحدة صف في مصر، طول ما احنا واقفين مع بعض، لا تستطيع قوة في الأرض، والتاريخ كله قصادنا، لا تستطيع قوة. حتى اللي حاولوا يغزونا حولناهم لعبيد في وقت من الأوقات. فطالما ان احنا مع بعض، ساعة المصريين ما ينشغلوا عن بعضهم بعدوهم، هنا الخطر. والحمد لله أننا عبرناه بسرعة ورجعنا. يعني وحدة الصف هي الأساس في حركتنا. محتاجينها الأيام دي كتير جدا يا فندم، يعني بظروف المنطقة وظروف البلد وظروف المنطقة اللي حوالينا محتاجين هذه الوحدة وهذه الروح. صحيح، احنا محتاجين ان احنا نؤمن بأننا معا نستطيع، وإذا تفرقنا سنضيع. وأنا أعتقد أن أغلب المصريين يعوا تماما هذا الدرس. فاصل قصير ثم نواصل الحوار مع معالي الوزير اللواء محسن النعماني، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ووزير التنمية المحلية الأسبق. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقول: العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. وانا على الربابة بغني، مملوكش غير غنوة أمل للجنود، أمل للنصر. ليكي يا مصر وليك يا مصر، ليك يا مصر. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. رجعت لكم مستمعينا الأعزاء بعد هذا الفاصل وهذا الحوار المتواصل مع معالي الوزير اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. خلينا نفتح ملف التنمية المحلية شوية يا فندم. بشكل عام، الإدارة المحلية ظالمة أم مظلومة؟ هي ظالمة ومظلومة الاثنين. تمام. يعني أنا لجنة التنمية المحلية في طرح القانون الجديد وفي الإعداد عليه، يعني كانوا كرام كفاية أنهم دعوني لبعض هذه المناقشات وحضرت معهم، وهم جابوا يعني مختلف القوى التي تشكل القوى المحلية وناقشوها واستعرضوا معها هذا الموضوع. حضرتك المسألة مسألة لابد وأن تنظم حركتك فيها، بحيث أن تستفيد في دولة زينا، دولة وحدة سياسية بسيطة، أن تستفيد ما بين قوة ما لديك من مركزية وقوة ما لديك من لا مركزية، كيف تجعلهم يتكاملوا معا، وكيف تجعل كل واحد فيهم يصب في الآخر قوة من عنده حتى تستطيع أن تنطلق. لو اعتمدت بس على المركزية سيكون نجاحك محدود. لو اعتمدت على أن تنتقل انتقال شامل وكامل إلى المركزية ستدخل أحيانا فيما يهدد من عشوائيات الحركة. هنا الدول اللي استطاعت أن هي تنتقل بتكامل ما بين المركزية واللامركزية، كل فيما مؤهل ليه، استطاعوا في النهاية أن يصلوا إلى تنمية محلية
ناجحة أو إلى ما يسمى بالحوكمة المحلية، اللي هي الاستفادة بكل قوى المجتمع لتطوير البلد، وساعتها سرعتنا في التنمية ستكون على أعلى مقدار. افضل دولة عملت ده او حققت المعادلة دي يا فندم ايه؟ هي أول دولة كانت بتواجه مصاعب جدا، لأن هي كانت مؤمنة جدا بأهمية إشراك الشعب كله في مسؤولياته، فبدأت باللامركزية المطلقة فكادت أن تضيع، وتحولت إلى مجموعة من الفسدة هنا وهناك. لكن هم أدركوا أنهم لابد أن يحافظوا على الهدف ثم يعيدوا التنظيم، فأحرزوا أعلى معدل تنمية في العالم وهي الصين. القانون الجديد يا فندم اللي هو حضرتك شاركت فيه هيحقق قدر من اللامركزية؟ انت عارف حضرتك ابتدت بناس بتتكلم على ان احنا مركزية ولا تضيعوا البلد في خلط ما بين السياسة والإدارة. تتكلم على المركزية المحلية بتتكلم في الإدارة مش بتتكلم في السياسة. إنما لما وناس تانية بتتكلم على اللامركزية وخلينا ننطق إلى آخر. هذه المناقشات اللي كانت مع كل قوى الشعب اللي عملوها الحقيقة بصبر شديد جدا، وانا بحيي القانون بقاله طويل شغال جدا. قدروا في النهاية يعوا ان احنا كدولة وحدة سياسية بسيطة لابد ان يكون هناك تنسيق كامل ما بين المركزية واللامركزية، وأن تتقوى اللامركزية بالمركزية، وأن تتقوى المركزية باللامركزية، وبالتالي هو انتقال متدرج، انتقال بيعي كيف يعني لا تقفز في الهواء إنما تخطو وتصعد الدرج خطوة خطوة. أنا أعتقد أن ده من الأشياء اللي وصل لها، وإن شاء الله لما يجاز هذا القانون ويطبق هيكون في دفعة كبيرة جدا لهذه المشاركة الشعبية الضرورية. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. إصلاح الحال الإدارة المحلية يسوي إيه؟ يساوي نهضة بلدنا ووصلنا إلى الرفاهية، لأن طول ما حضرتك ما حققتش ده، ما استفدتش بالحوكمة، بمعنى ان كلنا بنشتغل وكلنا مسؤول وكلنا مراقب وكلنا بنفعل لبلدنا، هيفضل دايما حضرتك في حتت استطعت أن تنجز، وفي أشياء كثيرة لا زالت تنتظر. فلكن لما تتفاعل وتشغل كل قوى البلد أنت بتتقدم إلى الأمام بخطى ثابتة. عائق أمام التنمية إلى أي مدى هذا التعبير الإدارة المحلية بمفهوم الإنعزاليات أو المفهوم الموجود الحالي يعني هي عائق. إنما الإدارة المحلية بمعنى ضبط القوانين وضبط القواعد وتكامل الحكومة مع القوى المحلية اللي هي بتمثلها قوى الإدارة اللي في المحافظات، اللي بتمثلها جمعيات الأهلية اللي موجودة في المحافظات، المدني كله اللي كل المجتمع بيتفاعل معك، هنا هي التنمية. إنما إذا فضلت حضرتك بتجيب مجموعة من الناس، هؤلاء المجموعة من الناس القانون يعني ليس معهم ولا يحاسبهم، لا حضرتك بتفتح باب فساد، يعني دايما بيبقى عائق. مع الوزير اللواء محسن نعماني أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ووزير التنمية المحلية الأسبق. فاصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي، بلادي أنا والولاد يا بلادي، بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. رجعت لكم مستمعينا الاعزاء بعد هذا الفصل القصير وهذا الحوار المهم والمتميز ما بين العام والخاص مع معالي الوزير اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق. المسؤولية على قدر السلطة أو السلطة على قدر المسؤولية. هل المحافظين يا فندم برضو بالفعل هو رئيس الجمهورية في محافظته كما يقال؟ وانت كنت محافظ سوهاج. الحقيقة
لما اخترت كمحافظ. أنا فاكر وأنا بتجه إلى الصعيد ما كنت أحمله من هموم في ذهني، لأني أسمع كنت يعني زي دي أفقر محافظة. هي مش بس عشان سوهاج أفقر محافظة، لما أنا بسمع عن التنمية المحلية والفساد المنتشر في التنمية المحلية بعد ما كنت يعني بعمل كوكيلا أول للمخابرات العامة اللي هي منتهى الانضباط لكل من يعمل، منتهى المسؤولية لكل من يعمل، كل واحد بيدقق في اختياره وبيدقق في متابعة إلى آخر. جاي من منطقة منضبطة تماما. داخل على حاجة حضرتك قاعد أسمع كل واحد من الناس اللي كنت أعرفهم كان يعني بيعزيني، وأنا أنت اخترت معلش يعني إن شاء الله ربنا يكون مع إلى آخر هذا الموضوع. لما انتقلت لسوهاج ولقيت انها يعني شيء تحدي حقيقي ان الواحد يعمل كمحافظ، تحدي حقيقي انك انت تساعد ناس هي شايفة ان لها مطالب عايزة تنهض وعايزة تتحرك فيها. لقيت ناس في داخل الإدارة المحلية يعني كنت مندهش، دول بيستريحوا امتى؟ يعني بيعملوا ليل مع نهار عشان يوفروا متطلبات الناس اللي معهم. طبعا ولقيت ناس فسدة برضه عشان يبقى المسألة كل فئة فيها ويعني وكنا بنستخدم كل الأدوات للتقويم اللازمة، لكن كمان كنت بقرأ ان التنمية المحلية مملوءة بناس محبة لوطنها ومحبة لأهلها، والحقيقة ده غير نظرتي تماما للتنمية المحلية. ولقيت ناس كتيرة في من أهل المحافظة قادرين وراغبين، بس بيسألوا ازاي نساعد وازاي نتعاون. وانا اعتقد ان الحمد لله يعني خلال السنوات اللي تقريبا وصلوا الى 5 سنوات كمحافظ تمكنا ان احنا نحط ايدنا مع بعض. وانا دايما حتى لما تشرفت في مجموعة المحافظين اني طلب ان انا محاضرات او خبرة يعني اديهم خبرتي في جلسة معهم، فقلت لهم الحقيقة انا لما لقيت ما حولي من نقاط قوة ومن ناس راغبين ان هم يخدموا بلدهم ومن ناس مستعدين ان هم يتعاونوا في هذا الدعم، وكان اللقاء دايما مع الكل مش مع البعض. كنت بدل ما بتحرك معاهم بتحرك احيانا وراهم لانهم بيسبقوك لخير بلدهم، لان برضه في النهايه دي اهلهم وناسهم وبيبقوا كلهم راغبين. ما هي دي بتبقى مسؤوليه القائد بقى او المدير، انك انت ازاي تستطيع أن تختار الكوادر اللي موجودة أو النماذج الناجحة اللي موجودة بتعتمد عليها وبتشجعها. دي أعتقد دي ألف ب في النجاح المدير. طبعا يعني هو حضرتك لما سألوا عمر بن الخطاب ما الذي فعله القائد كفاه؟ قال حسن اختيار معاونين. لازم حضرتك تدقق جدا 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 وتعمل اختبارات لحد ما تتأكد أنك تعتمد على من يعتمد عليه، وانا اعتقد دي مهمه. في مبدا اخر في الاداره الفنيه بيقول ايه يعني حسن الاختيار 50% او نصف النجاح. الى اي مدى هذا المبدا صحيح؟ لا صحيح تماما. حسن الاختيار وان تكون هناك قواعد صحيحه لحسن الاختيار، ولا تكون انطباعيه انما تكون علميه وتكون عمليه، بحيث ان حضرتك لما تقول تعتمد على حد تبقى تعلم تماما امكانياته لحد فين ويستطيع وماذا يستعرف. ايضا تشجيع الناس على انها تعمل حاجه لبلدها بره الاطار الوظيفي، ده شيء مهم. صحيح. مع الوزير اللواء محسن نعماني، وكلام مهم قوي في الاداره المحليه واهميه تطوير الاداره المحليه، لان هي فعلا اذا صلحت الاداره المحليه صلحت امور كتيره جدا في بلدنا. سمعنا اعزاء فاصل ثم نواصل الحوار. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك
بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر. معالي الوزير اللواء محسن النعماني وزير الإدارة المحلية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومحافظ سوهاج الأسبق ووكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق أيضا. معالي الوزير، الإدارة المحلية هي تقريبا أول ما يتعامل معه المواطن المصري ويتعامل معه من لحظة الميلاد حتى لحظة الوفاة، وهي واجهة الحكومة أو واجهة الدولة. وتستطيع يعني صحح لي حضرتك إذا كنت أنا مخطئ في هذا، أنك أنت تستطيع الإدارة المحلية أن ترفع من شعبية الجهاز الإداري أو الحكومة في الشارع أو العكس. صحيح تماما. هو حضرتك الإدارة المحلية هي ببساطة التكامل ما بين الشعب والحكومة. طول ما إحنا بنعالج هذه المسألة تستحق. لما نصل إلى اعتبار إن كلنا رجال تنمية محلية لبلدنا، لما نصل إلى أننا كلنا مسؤولين، لما يكون هناك قواعد ونظم بتمكن الكل من المشاركة والمتابعة والمراقبة والمحاسبة، احنا بنحقق تنمية محلية نضمن بيها نجاح ما نستهدفه كلنا في بلدنا. تقريبا كم خدمة يا فندم الإدارة المحلية بتقدمها للمواطن تقريبا يعني؟ لا، هي الإدارة المحلية الحقيقة يعني زي ما بيقولوا في خبراء التنمية المحلية من المهد إلى اللحد. يعني حضرتك من البلاد الوفاء من ساعة ما يعني لسه هيتولد بنتكلم على رعايتها للمستشفيات، لأنها كلها مسؤولة عن المستشفيات العامة اللي هي بتقيم عليها، ثم ولادته، ثم استخراج شهاداته، ثم تربيته، ثم الحضانات هي مشرفة عليها، ثم المدارس هي مشرفة عليها، ثم بعد ما يخرج المدارس الجامعات هي أيضا مشاركة في الإشراف عليها، ثم العمل اللي بيعمله وإيجاد فرص ومشروعات. يعني الحقيقة ثم صحته على طول المدى، لأن التعليم والصحة هم أهم ملفين في التنمية المحلية. كل ده لما بيتعمل صح احنا بنقدم عمل حقيقي وخدمة حقيقية لمواطنينا. كل ده لما نقصره على موظفين هنا أو هناك، يعني إذا صح العمل احنا بنأمل في شيء يكاد يكون مستحيل. ليه كلمة الفساد مرتبط بالإدارة المحلية؟ هي لأنها هي شاملة عملها، عارف، تحتك كتير مع هي المواطن. شاملة عملها زي ما بقول لحضرتك كل شيء من الأنشطة من المهد لله. فأي حاجة بتقع في هذا الموضوع بتنسب إلى التنمية المحلية. أيضا هناك الكثير جدا من الجهات اللي هي التنمية المحلية تعتبر مسؤول عنها إداريا وليست مسؤول عنها فنيا، وبتيجي منها الأخطاء. يعني لما حضرتك تشوف سجلات الفساد والمفسدين بتلاقي أن حضرتك في أنشطة ليست مباشرة في التنمية المحلية، وإنما التنمية المحلية تشرف عليها إداريا، زي مجالات الصحة، الصناعة، إلى آخر هذا الموضوع. وإن كان طبعا يعني إحنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية مسؤولية للجميع. الحوكمة والتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية والأمور دي كلها ممكن تسهم بشكل كبير في القضاء على الفساد من خلال عدم الاحتكاك ما بين مؤدي الخدمة ومقدم الخدمة. ضروري. يعني هو حضرتك احنا يعني عملية الفكر بتاع بلدهم دي، أنا لما بشوف حد يقول ما بلدهم بقى بحس بألم شديد جدا إن احنا لم نصل إلى مستوى الوعي. هي بلدنا أيا كان موقعنا، فينا مسؤول عنها، وأيا كان مسؤوليتنا، وإذا لم نكن جميعا مسؤولين عنها لن نستطيع إن احنا يعني نحقق السعادة اللي احنا عايزينها. دي بلدنا وإحنا مسؤولين عنها، ولا يمكن إنها هتتقدم إلا بينا كلنا. صحيح. وأنا أعتقد أن الرئيس السيسي نفسه يقول الكلام ده في أكتر من مكان، مش هشتغل لوحدي، ولكن المفروض فعلا زي ما حضرتك بتقول إن احنا 100 مليون مواطن، احنا 100 مليون محافظ، 100 مليون رئيس جمهورية، 100 مليون مسؤول عن هذه البلد، مش واحد بس هو المسؤول عنها. احنا يجب ان احنا نبقى يعني ما ننساش
ان الرئيس السيسي عندما تولى في موقف طارئ، موقف كلنا كنا بنخشى من ان لا ننجح في تجاوزه. زي ما بيقولوا في الإدارة، الموقف الطارئ عندما تنجح في معالجته ينطلق إلى موقف صحيح، فيتطلب معالجات أخرى بأنظمة أخرى تانية. الموقف الصحيح عندما تنجح في معالجته ينتقل إلى الموقف المثالي، وساعتها أنت محتاج قواعد أخرى وأساليب أخرى. لا يمكن أن تتعامل، كل مرحلة لها أدواتها ولها ظروفها، وإذا لم تتخذ الأدوات المناسبة لهذه المرحلة لن تحقق عائد فيها. فهو تولى مشكورا جدا في مرحلة، وبيحاول أن يجتاز بالبلد هذه المرحلة محل تثبيت الطريقة إلى المرحلة الصحيحة، سواء من الناحية الأمنية، سواء من ناحية بناء المشروعات، سواء من ناحية البناء والتعمير اللي بنشهده، عشان ينتقل إلى المرحلة الصحيحة. المرحلة الصحيحة لها قواعد أخرى تماما في أسلوب التعامل وفي المعاونة، لكي إن شاء الله نصل جميعا إلى المرحلة المثالية. مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل أب، من كل أم، من كل أب، من كل أم. كل شيء تبقى مصر، والحالة مصر، كل شيء تبقى مصر، والحالة مصر. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، مصر مصر مصر، يا حبايبنا. مع الوزير يعني حلمنا في رصيف يا فندم صعب، رصيف نمشي عليه. أدلة كنت عايز أختم مع حضرتك بقى يعني. هو حضرتك دايما الرصيف بيمثل ضعف في الإجراءات. لما حد يقتحم هذا الرصيف، لما حد يمنح حق لحد يقتحم هذا الرصيف، سواء كان شرعي أو غير شرعي، ده بيدل على إن إحنا لازلنا بعيدين على أن نتكامل مع بعضنا البعض. في أنانية شوية، في أنانية وفي اعتداء على حقوق الآخرين، لأن حق السير ده حتى دينيا يعني له حقه وله قواعده وله أدبه وإلى آخر هذا الموضوع. اقتحام الرصيف سواء بالمكان، اقتحام الرصيف بالإزعاجات الصوتية وغيرها، بالإضاءات المبالغ فيها، كلها حاجات تدل وبتخليك رؤية العين، لست تحتاج بقى لأشعة ولا تحليل عشان تعرف ان في خلل هنا لابد ان يعالج. ما هو انا لما بنزل اي دولة يا فندم بشوف اول حاجة فيها الرصيف، اذا كان في رصيف محترم بتأكد ان هذه الدولة دولة قانون. وفي دول حتى بتيجي في شوارع تقفلها صحيح، وتحط فيها بقى جائلين ورسامين وموسيقى صحيح. بس ده لخدمة المجموع مش اعتداء على المجموع، وبتنظيم وبنظام. روح اي قرار احمد بيه تنظر ليه، ده بيعود بفايدة على الناس ولا بيضر الناس؟ إذا كان بيعود بفايدة على الناس أنت على الطريق الصحيح. إذا كان بيضر الناس، إذا حضرتك بتسبب شيء يحتاج إلى تقويم. إيه المطلوب عشان يبقى عندنا رصيف وشارع وجراج؟ أولا إن احنا نتكامل مع بعض، ما نتلاعبش بالقوانين، ما يبقاش عندنا أي نوع من مراكز القوة اللي نخضع ليها جميعا هي قوة القانون، قوة الحق، إن إحنا يكون لنا سلطة التشريع برضاء الشعب كله، المتابعة من الشعب كله، التنفيذ من الشعب كله،
أن ينبذ من يخرج على هذا الإجماع. وأنا عارف إن وقتك قرب، بس هقول لك حاجة بسرعة كده. أنا في أحد الناس كان يعتقد إن ليه سلطات معينة من خلال المنصب كان بيقوم به، فتعدى على قطعة من الأرض، أقمنا عليه القانون وطبقنا عليه وخلعناه من الأرض. كان يعتمد على واحد قريب ليه صحفي في أحد الجرايد، فكتب إن المحافظ يدمر مزارع القمح وكلام كله باطل يعني. وحتى اتصل بي الجريدة، فقلت لهم أنا الحقيقة يعني لا أقرأ مثل هذا الكلام، لأن احنا بنشتغل بالقانون، مش فاضيين للكلام ده. إذا كنتوا تروا إن أنتوا في شيء، فيعني قدموه للناس والناس تحكم. الصحفي والموضوع ده انتهينا وانتقلنا منه. بعد 3 أسابيع هذا الصحفي بعت ناس يقولوا نرجوك يقابلك قول كلمتين، لان اهله في البلد قالوا له الراجل اللي جالنا محافظ من بره خايف على حقنا وعلى ارضنا وبيرجعه لنا، وانت بتتآمر علينا. رفضوا ان هم حتى يتكلموا. دي بقى سلطة الشعب اللي انا بقول لحضرتك عليه. من يخطئ لا يجد له مكان حتى من اهل بيته، وهم اللي صوبوه مش اي حد تاني. وهو اللي كتب بعد كده من غير اي حديث معايا، كتب يتراجع عن عما فعله عشان يقدر ان هو يعيش وسط اهله. يوم ما نصل الى ده ويتعمم في كل، ولذلك اهل سوهاج ليهم كل احترامي وتقديري، لانهم في وقت الجد واهل حق ما بيجاملوش في مالهم ولا عرضهم ولا ارضهم، وبالتالي هم نفسهم كانوا عنوان لهذه السلطة الشعبية اللي أنا بتكلم عنها وبقصد عنها، اللي تقدر تساعد كتير جدا كل من يحضر. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. معالي الوزير اللواء محسن النعماني، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا اللقاء تجاوزنا فيما بين العام والخاص، وأنا متأكد كل اللي سمعنا استفاد منه. ربنا يعني يا رب يديك طول العمر والصحة، ودايما منورنا وتكون قدوة ومثل لنا. بنشكرك على دورك البطولي في كل المواقع الوظيفية والإدارية التي تولتها، وألف ألف شكر، نورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. متشكرين جدا. أحمد بيه، هي قاعدة واحدة، إحنا مصر، مصر مش بينا. إحنا شرف كبير جدا لينا إن إحنا مصريين. شكرا يا فندم. شكرا يا أحمد. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.